Hi guys, Raghi from MBA. ازيكم عاملين ايه؟ اسمي راجي from MBA Masters Business Academy. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو حاجه اسمها sentence structure. يعني ايه sentence structure؟ هنعرف مع بعض يعني ايه sentence structure وبتتكون من ايه، بس خلينا نقول حاجه مهمه قوي. كم مرة قعدت تقول لنفسك I wanna speak like natives، عايز اتكلم انجلش زي الاجانب. وكم مرة لما سألت اصحابك كانوا دايما يقولوا لك حاجة من الاثنين، watch movies listen to songs، اتفرج على افلام واسمع اغاني. طيب today I'm going to tell you where you can start. النهارده هنقول لكم منين تقدروا تبتدوا. first things first، ايه هو السنتنس ستراكشر يا جماعة؟ في اي لغة في العالم في انواع للجمل. في العربي في نوع للجمل، في الانجليش في نوع للجمل. طيب في دايما حاجه اسمها، وهتفضل حاجه دايما اساسيه، اسمها general sentence structure. يعني ايه general sentence structure؟ هي التركيبه العامه لاي جمله. طيب احنا بنتكلم على الانجليش، طب تعالى نشوف ايه التركيبه العامه لجمل الانجليش، الجنرال انجلش سنتنس ستراكشر. زي ما انتم شايفين على البورد كده ان الجنرال انجلش سنتنس ستراكشر يا جماعه بتتكون من subject verb object. تاني subject verb object. طب انا مش فاهم يعني ايه اصلا الحاجات دي، يعني ايه subject ويعني ايه verb ويعني ايه object. في العربي لو هندي مثال على لغتنا الام او المذر تانج، احنا عندنا نوعين للجمل، جمل اسميه وجمل فعليه. الجمل الفعليه دي اللي بتبتدي بفعل، والجمل الاسميه دي اللي بتبتدي باسم. ماشي. طيب بالنسبه للانجليش ايه؟ الانجليش احنا عندنا جمل تعتبر اسميه بس، لان هي دايما بتبتدي بسبجكت او بتبتدي باسم. زي ما احنا قلنا هنا، نرجع تاني للجنرال سنتنس ستراكشر، subject وverb وobject. طب تعالى ناخد كل جزء منهم لوحده ونقول هو بيتكلم عن ايه. طيب اللي هو ايه؟ اول حاجه السبجكت. ايه هو السبجكت ده؟ بيقول ان التعريف بتاع السبجكت بيبقى he is the one who is doing the action. تاني he is the one who is doing the action. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده الفاعل، ده اللي بيعمل الفعل. واحيانا او دايما تلاقينا بنقول عليه ايه؟ the doer. دايما هتلاقينا بنقول عليه ايه؟ the doer. يبقى تاني السبجكت the one who is doing the action، الفاعل او اللي هو بيقوم بعمل الفعل. ودايما بنقول عليه the doer، ودايما هتلاقيه في اول الجمله. طيب دايما هيجي بعديه حاجه دايما ثابته اسمها الفيرب، زي ما انتم شايفين في السنتنس ستراكشر. طيب ايه هو الفيرب ده؟ الفيرب ده is the action that the doer does. تاني the action that the doer does. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده الاكشن نفسه او الفعل او الحدث نفسه اللي الدور او الفاعل بيعمله. ودايما هتلاقيه بعد السبجكت، بعد الفاعل. يجي بعديه حاجه اسمها الاوبجكت، والاوبجكت ده عباره عن ايه؟ هو الثينج is the thing that the doer does the action on. تاني the thing that the doer does the action on. يعني ايه؟ يعني ده من الاخر كده زي ما بنقول في العربي المفعول به، اللي هو بيقام عليه الفعل. طيب ده كده بالنسبه للجنرال انجلش سنتنس ستراكشر. زي ما شفنا دلوقتي ده كده كان الجنرال انجلش سنتنس ستراكشر، وازاي التركيبه بتاعته تبقى عامله ازاي، وايه هو السبجكت وايه هو الفيرب وايه هو الاوبجكت. دلوقتي هنروح مع بعض ونعرف ايه هي التايبس اوف سنتنسز. ايه هي انواع الجمل. Are you ready؟ رجعنا تاني، وزي ما قلنا اخر مره احنا خدنا الجنرال انجلش سنتنس ستراكشر. النهارده او دلوقتي هنعرف ازاي نحدد التايب بتاع السنتنس من خلال انواع السنتنسز اللي قدامنا. طيب قبل ما نروح في اي حته لازم نعرف ايه هي انواع السنتنسز اللي موجوده في الانجليش. وهي عباره عن ايه؟ اول نوع هو البيزك انجلش سنتنس، او اللي بنسميها السمبل. اللي هي الجمله الاساسيه، او اللي بنسميها البيزك او السنتنس. تاني نوع وده النوع اللي اكبر شويه، بنقول عليه الكومباوند سنتنس. بنقول عليه الكومباوند سنتنس. وتالت نوع وده الاخير اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اسمه الكومبلكس سنتنس. طيب تعالوا سريعا نشوف ايه هي البيزك sentences او انواعها وبتيجي ازاي، ونعمل لها analyzation، نعمل لها تحليل من خلال الجنرال انجلش سنتنس ستراكشر اللي احنا اتعلمناها. زي ما انتم شايفين قدامنا على البورد كده،
ان اول تايب هو البيزك سنتنس او اللي بنسميها السامبل. طيب ليها 3 انواع او بتيجي في 3 اشكال. ايه هما؟ فيرست زي المثال اللي قدامنا ده Sam swims. Sam swims. زي ما انتم شايفين Sam هتعتبر السبجكت لان ده دايما اللي بنبتدي بيه الجمله، وسويمز تعتبر الفيرب اللي احنا زي ما قلنا بيجي دايما بعد السبجكت. يبقى Sam he is the one who is doing the action. Sam ده هو الدور اللي بيعمل الاكشن، وسويم تعتبر الفعل او الاكشن اللي Sam بيعمله. طيب هيجي هنا واحد شاطر وانا سامعه دلوقتي بيسالني بيقول لي طب وفين الاوبجكت اللي احنا لسه قايلين عليها؟ احيانا لو الفيرب هيديك complete meaning، لو الفيرب او الاكشن هيديك complete meaning مش بنحتاج لاوبجكت، وعشان كده بنسميها البيزك او السمبل سنتنس. زي ما انتم شايفين هنا لو رجعنا للمثال تاني ان Sam swims بتدي معنى كامل وكمبليت meaning، مش محتاج ان انا احط لها اوبجكت. لكن لو رحنا بصينا على المثال الثاني واللي هو Sam likes fish، اوكي، هنلاقي ان Sam ده السبجكت، اوكي، likes ده الفيرب، وfish ده الاوبجكت. وما كانش ينفع اقف عند like بس، لان like مش هتديني المعنى كامل. لو انا بقول Sam likes what؟ ما هو بيحب ايه؟ فانا محتاج object عشان يكمل لي معنى الجمله، فكان الاوبجكت اللي انا اخترته حاجه ليها علاقه بالفيرب وكان fish. Sam likes fish. لو جينا بقى لاخر نوع خالص وده اللي هناخد فيه حاجه جديده ما قلناهاش، وزي ما انتم شايفين الاكزامبل الاخير Sam is happy. Again Sam is happy. اوكي طيب لو جينا عملنا analyzation، عملنا تحليل للكلمات انواعها ايه، هنلاقي ان Sam ده طبعا السبجكت، هتلاقي ان is دي الفيرب، اوكي، وبعد كده كلمه happy مش هنقول عليها الاوبجكت، لا اقول لك نقول عليها ايه؟ نقول عليها حاجه اسمها الكومبلمنت. يعني ايه complement؟ Complement is any word that you use to complete the meaning. دي أي كلمة بنستخدمها عشان نكمل بيها معنى الجملة، ما بتبقاش object. ليه؟ لأن احنا لو جينا بصينا على الكومبلمنت اللي احنا حطيناه هنا هنلاقي إن هو adjective، هنلاقي إن هو صفة، أوكي؟ والصفة ما بنقولش عليها object، بنقول عليها complement. ويبقى ده الثلاث أشكال اللي ممكن تلاقي فيها البيزك سنتنس. لو دخلنا على النوع الثاني من انواع الجمل the second type زي ما احنا قلنا اللي هو الكومباوند سنتنس، اوكي. الكومباوند سنتنس دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن merging، عباره عن ميكس، نعمل ميكس لتو different ideas. يعني ايه؟ يعني بنعمل ميكس لفكرتين مختلفتين، اوكي، او two different objects، اوكي. maybe the verb will be the same، احيانا ممكن تلاقي الفعل زي ما هو، اوكي، احيانا هيختلف، بس معظم الوقت في الكومباوند سنتنسز يا جماعه بنلاقي الفيرب هو. تعالوا نشوف المثال اللي معانا على الكومباوند سنتنس ونشوف نعمل له analyzation ونشوف التايبس اوف ذا ووردز. اوكي، عندك المثال بيقول George likes fish and but or Sam likes meat. تاني George likes fish and but or Sam likes meat. طب تعالوا نقف هنا شويه، اوكي. لو بصينا على الاناليزيشن بتاع الوردز هنلاقي ان جورج كانت السبجكت، اوكي، لايكس كانت الفيرب، وفيش كانت الاوبجكت. هايلين، بس احنا ما وقفناش هنا، احنا حبينا نضيف ايديا ثانيه، اوكي، يعني حبينا نضيف فكره ثانيه او معلومه ثانيه للجمله، فعملنا لهم ميرجنج مع بعض من خلال حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ حاجه اسمها الكونجنكشن، اوكي، ده التكنيكال نيم بتاعها اسمها كونجنكشن، بس بنقول عليها سمبلي بوت بنقول عليها كونكتورز، اللي هي كلمات بنستخدمها عشان نوصل بيها اكتر من فكره مع بعض. ولو بصينا هنا هنلاقي ان and but or هم دول الكونكتورز اللي ممكن نستخدمهم في حاله الكومباوند فيربس او الكومباوند سنتنسز، سوري. بعد كده هنلاقي Sam اللي هو السبجكت، likes برضه فيرب، وميت برضه اوبجكت. بس لو بصينا على الفيرست اوبجكت هنلاقي ان هو كان فيش، لكن السكند اوبجكت كان ميت. يبقى احنا هنا عملنا ميرجنج او ميكسنج ل two different ideas، عملنا ميكسنج لفكرتين مختلفتين او جملتين مختلفتين عن طريق الربط ما بينهم بكونكتور، اوكي. طيب
نيجي للنوع الثالث والاخير واللي هو الكومبلكس. اوكي، الكومبلكس، نوع الكومبلكس ده الكومباوند احنا قلنا ان هي mixing between two different ideas. اوكي، maybe the same action، زي ما احنا شفنا هنا كان the same action، George likes Sam's likes. اوكي، بس الاوبجكتس كانت مختلفه. طيب لو جينا بصينا على الكومبلكس هتلاقي ان انت بتعمل mixing ل two different actions، يعني مش نفس الاكشن هو لا، الكومباوند بيعمل ميكسنج للسيم اكشن بس different objects. اوكي، لكن الكومبلكس بنعمل بيها ميكسنج لتو different actions، فعلين مختلفين في نفس الوقت مع بعض. طب نقول ده ازاي؟ زي المثال اللي عندنا قدامنا، George cooks dinner while Sam catches fish. تاني، George cooks dinner while Sam catches fish. لو لاحظنا ان السبجكت مختلف، الفيرست سبجكت مختلف عن السكند سبجكت، لان انا هنا بتكلم على شخص وهنا بتكلم على شخص تاني. وبرده لو لاحظنا ان الفيرست فيرب مختلف عن السكند فيرب تماما. الفيرست فيرب حاجه اسمها cooks يعني يطهي او يطبخ. اوكي، لكن الناحيه الثانيه بيقول catch اللي هو يصطاد. اوكي، فاحنا هنا عملنا mixing لتو different ايه بقى؟ That's pretty good. Two different actions، فعلين مختلفين او actions، two actions مختلفين. اوكي، فقلنا George cooks dinner ودي جمله كامله بتتكون من subject و verb و object. اوكي، والجمله الثانيه كانت Sam catches fish. طب لو انا عايز اعمل mixing، عايز اعمل الميرج ده، بستخدم ايه؟ طبعا زي ما انتوا قلتوا هستخدم connector، بس مش هستخدم and but or. انا هنا استخدمت while. اوكي، وده كده ازاي تحدد التايب اوف ذا sentence وازاي تعرف انواع السنتنسز اللي في الانجليش. اوكي، let's do a little recap. هنعمل ريفيجن سريع على اللي احنا قلناه، وهو basic او simple sentence. اوكي، ده الفيرست تايب اوف sentences، بيتكون من subject او verb لو الفيرب هيديك معنى كامل. اوكي، السكند شيب ليه او الشكل الثاني ليه subject و verb و object. اوكي، الشكل الثالث ليه subject و verb و complement، وقلنا الكومبلمنت هي اي حاجه غير الاوبجكت بنكمل بيها معنى الجمله. النوع الثاني نوع الكومباوندز. اوكي، وقلنا الكومباوندز بتربط ما بين two actions بس الاكشنز الاوبجكتس بتاعتهم مختلفه، زي George likes fish and Sam likes meat or Sam likes meat. اوكي، الكومبلكس والنوع الاخير من السنتنسز ده يا جماعه اللي هو بنربط ما بين two actions مختلفين، زي George cooks dinner while Sam catches fish. Okay, I think this will be all for this video. اعتقد ان ده هيبقى كل حاجه النهارده بالنسبه للسنتنس structure. Thanks for watching us again and please guys لو محتاجين تتفرجوا على اي فيديوهات تاني please subscribe. اوكي، عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي احنا هنعملها. دي كانت بدايه كورس او نعتبر نقول زي اونلاين فيديوز. اوكي، هتكون موجوده ليكم زي ريسورس تبقى عندكم. اول فيديو كان عن السنتنس ستراكشر، الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون على حاجه اسمها types of words اللي هي التايبس اوف pronouns، التايبس اوف nouns، التايبس اوف adjectives والحاجات دي كلها. من بعديها هيجي فيديوهات ليها علاقه بالجرامر، زي البريزنت سمبل، زي الباست سمبل، وهيكون فيها الشرح بتاعها بالتفصيل. I want to thank you one more time and please guys لو محتاجين تعرفوا اي حاجه عننا او تسالوا عن اي حاجه عن MBA go for our Facebook page mba.mastersbusinessacademy. Okay, thank you so much and see you later. Bye.